السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا النهاردة بقى نعمل جلاش حلو بحشوة حلوة بلفة مختلفة كده وحاجة وطعمه جميل. بسم الله ما شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. صلوا على النبي كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. معانا هنا ميكس من السمنة البلدي، معلقة من البلدي على 3 4 معالق من اللي هي النباتي. نخلطهم على بعض ونسيحهم بس كده على النار. معانا الحشوة بقى بتاعتنا، شكلوا بقى زي ما انتوا عايزين. الحشوة دي زي ما انتوا عايزين، جوز هند، زبيب، اي مكسرات عندكم حطوها. وممكن كمان تعملوا سادة، يعني ممكن تعملوا الحشوة بالمكسرات المشكلة مع بعضها دي، وممكن تعملوا الحشوة ايه سادة. انا النهاردة عملته بخلطة حلوة كده، بندق على سوداني على زبيب على جوز هند، تشكيلة حلوة كده. هنا بقى احنا بنقطع الجلاش بالطول، فردنا الجلاش كده زي ما انتوا شايفين وبنقطعه بالطول. تمام، عشان احنا هنلفه معاكم لفة زي ايه، زي السمبوسه بتاعت عجينه السمبوسه اللي بتلفوها اللي هي بتحمروها، انتوا كلكم عارفينها. هنلفه كده بطريقه حلوه، هنعمل اكتر من شكل فيه. يا ريت كده لو عجبكم الفيديو يا حبايبي، انا مطبخي مطبخ انا عبده، يشرفني ويسعدني حضوركم معايا. اكتبوا لي في الكومنتات كده بتتابعوني من انهي بلد. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعه كده ترحموا كده على موتانا، ادعوا لابويا بالرحمه والمغفره، ربنا يرحم موتانا يا رب ويسكنهم الجنه والفردوس الاعلى. اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. كل سنه وانتم طيبين وبخير يا حبايبي، نورتوني. بقول لكم انا هلف لفه اكتر من لفه مختلفه، تمام، اكتر من شكل. بس اهم حاجه تجيبوا لفه الجلاش تفردوها وتقطعوها 3 4 ايه بالطول كده، زيها زي عجينه السمبوسه يا حبايبي. تمام، وحشوه كده زي العسل. وكمان ميكس السمنه ده بيخليه والله العظيم ما اقولكوش زي العسل، ومقرمش وجميل وما استطرش مني. تمام، اهم حاجه الحشوه العسل دي، واهم حاجه الشربات يا حبايبي. انا عملت معاكم الشربات او السيرب او القطر، اي مسمى انتوا بتسموه في اي بلد. احنا عندنا بنسميه في مصر الشربات، في ناس بتسميه قطر. فانا عملته معاكم وعملته بعسل جلوكوز. لو مش عندكم عسل جلوكوز ممكن نص ليمونه وفانيليا، مفيش مشكله. بس سيبوه على النار كده وتخلوا السكر اكتر من الميه. يعني مثلا بالفرد هنحط كوبايتين سكر، كوبايتين ميه لو انتوا عايزينه تقيل، كوبايتين سكر، 3 كوبايات ميه لو انتوا عايزينه خفيف وسط. فيستحسن يكون مش وسط، يعني يستحسن يكون يعني ان هو ايه مظبوط. ليه؟ لانه في الاخر بيبقى مقرمش، في الاول بيبقى مقرمش وبعد كده يستطرى. بيستطرى ليه هنا بقى؟ لانكم انتوا ما ظبطوش السيرب او القطره او الشربات اللي انتوا عملتوه. اهم حاجه ده هيظبط، هو اللي هيظبط معاكم الحلويات. تمام، انا هنا خليته يعني زي العسل كده، وحطيت عليه عسل جلوكوز، هو اللي بيظبط الحلويات الصراحه ربنا. كل سنه وانتم طيبين وبخير. زي ما انتم شايفين كده انا بحطه، بدهنها كل طبقه وطبقه، بعمل 3 طبقات على بعض. يا اما الفه زي رول كده صغير، يا اما سمبوسه. عايزينه ساده مفيش مشكله. بس اهم حاجه في النقطه ديت ان انتوا تعملوا ايه، اهم حاجه في النقطه اهم حاجه في النقطه ان انتوا تفرشوا الطبقه بين كل طبقه وطبقه، تدهنوا سمنه عشان تورق، تبقى حلوه معانا في الاخر. تشرب سمنتها وتشرب شربتها وتبقى مورقه من جوه، مقرمشه وحلوه، وطريقه بسيط طريقه بسيط من بره، ما بحبهاش طريقه قوي. تبقى حلوه كده ومقرمشه معانا وزي الفل. يا ريت تصلوا على النبي كده وحطوا لايك وقولوا لنا رايكم ايه في الجلاش العسل الحلو ده. كل سنه وانتم طيبين وبخير، ورمضان كريم عليكم كلكم. 3 طبقات يا حبايبي، 3 طبقات يتلفوا مع بعض وبيدينا توريقه حلوه كده. بس كل طبقه وطبقه بندهن سمنه بين كل طبقه وطبقه. انا مسرعه الفيديو معاكم، بس انا بشرح لكم اهوت. بين كل طبقه وطبقه ندهن سمنه عشان تطلع مورقه معانا. واهم من الشيء ضبط الشيء، واهم حاجه كمان الشربات او السيرب او القطر يكون مظبوط معاكم يا حبايبي. هو ده اللي هيظبط معاكم، لانه لو مش مظبوط مهما ان انتوا تعملوا وتبصوا وتعملوا حاجه زي العسل، هو اللي هيخلي معاكم الحاجه حلوه صراحه ربنا. ما هو ده الاساس، ان احنا نعمل الشربات حاجه مظبوطه. لو مش مظبط معانا الحاجه مش هتظبط معانا. كده يا حبيب قلبي نلف كده زي ما قلت لكم بين كل طبقه وطبقه، ونلف زي ما انتم شايفين كده. نخلص الكميه كلها. معانا هنا ماده دهنيه، دهنين صينيه كبيره. الكيس الجلاش دي كبير ما شاء الله يا حبايبي، خد الصينيه الكبيره اللي هي مقاس 30.
الماس 30 دي اتملت كلها، لان كميه اللي انا بجيبه مش من السوبر ماركت، من الشارع، يعني ناس فرشه بيه مع الكنافه والحاجه بتاعه رمضان. ناس فرشه بيه فرشين في الشارع يعني. ففرشين في الشارع بقى الحاجه دي بتاعتهم ايه، احسن من اللي في السوبر ماركت كمان. الكميه كبيره، كميه الجلاش احسن من الكميه التانيه من الكيس اللي هو نص كيلو ده، بتاع اكتر من نص كيلو. عمل لي صينيه كبيره ما شاء الله، جميله جدا جدا زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. في ناس بتبقى تفرش في الشارع بحاجات حلوه كده، كنافه وحاجات، بيبقى حاجاتهم ايه، نظيفه ومتغلفه كمان، مش سايبه، متغلفه، كل حاجه عندهم متغلفه. تمام. حتى الكنافه بيربطوها في الكيسه ويوزنوها، النص والربع والكيلو متغلف جوه الكيسه، عشان التراب انتوا عارفين يعني السكه والشارع وبتاع، فيبقى الحاجه نظيفه. بس صراحه ربنا نظيفه وكميه كبيره. عملت لي بص صينيه قد ايه، مقاس 30، مليتها بسم الله ما شاء الله. بقيت عماله احط، مش فيش مكان احط. هنا بقى حطينا معلقه سمنه بلدي صغيره كده وسيحناها على النار ودهنا بيها الوش، ودخلناها الفرن معاكم. شغلنا النار من فوق ومن تحت في الرف الوسطاني، خدت اللون من فوق، سيبناها من تحت وبعد كده طفينا. الشربات يكون سخن، اي حاجه فيهم يكون سخن يا حبايبي. هنا الجلاش كان سخن، والشربات هو اللي بارد. الشربات هو اللي لازم يكون فيهم حاجه سخنه، فلازم يكون عشان ما يعجنش معانا. هنا الشربات انا عاملاه من بدري ومطفيه عليه، والجلاش هو اللي سخن. وبعد ما سقناه في الشربات كده، هنرصه في طبق التقديم معاكم، يطلع بسم الله ما شاء الله.